السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك. زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض كنافة. انا هعملها المرة دي بالمكسرات، ان شاء الله المرة الجاية نعملها بالقشطة. ونعمل كل الوصفات اللي انتم بتحبوها ان شاء الله في رمضان. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وحقيقي النتيجة مبهرة بجد. حقيقي احلى من الكنافة بنشتريها من عند الحلواني. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلكم كل وصفاتنا. اول خطوه معايا طبعا، اول حاجه هنعملها هو الشربات. معايا هنا زي ما انتم شايفين كسرولة على البوتاجاز. هنزل فيها بكوبايتين سكر ناعم، وهضيف كمان عليهم كوبايه ونص ميه. طبعا الشربات الكنافه والقطايف مهم جدا ان هو يكون قوامه تقيل، ما يكونش خفيف. وهضيف كمان زي ما انتم شايفين حوالي ربع كوب عسل نحل زي ما انتم شايفين، او معلقتين كبار. وهعصر ليمونه، نص ليمونه زي ما انتم شايفين. واول ما تغلي معايا زي ما انتم شايفين هبدا اقلبها، وهبدا الم اي قليم الابيض اللي بيطلع على الوش ده او الرغاوي دي. هبدا هجيب كوبايه فيها ميه زي ما انتم شايفين كده ومعلقه، واشيل كل القليم اللي بيطلع على الوش ده او الرغاوي اللي بتطلع على الوش دي، عشان نحافظ على الشربات بتاعنا ما يسكرش معانا، وكمان يبقى قوامه شفاف وجميل جدا تمام زي قوام العسل. وهنستمر بالشكل ده لمدة حوالي 7 دقايق يغلي بالشكل ده. هسيبه يغلي كده لمدة 7 دقايق لحد ما يوصل للقوام المطلوب. طبعا العسل بيديله قوام حلو جدا، وكمان طعم بيخلي الطعم كأنه عسل حقيقي. هرجع تاني اشيل الرغاوي اللي على الوش دي. وهقلبه بالشكل ده. شايفين القوام بدأ يتقل معايا. هبدأ انضف بالشكل ده بالمعلقة اي تسكير كده على الحروف الكسرولة. هقلبه زي ما انتم شايفين القوام بيتقل معايا. مهم ان انا احط المعلقة في المية طبعا، وانضف بيها اي تسكير في على حروف الكسرولة. هرجع تاني اشيل اي رغاوة عليها. الخطوة دي مهمة جدا جدا، بتدينا شربات نقي جدا، وكمان قوامه حلو جدا، وبتخلي الشربات ما يسكرش معانا. مهم جدا ان احنا نعمل الخطوة دي من خطوات نجاح الشربات. هي سر من اسرار نجاحهم. هو كده خلاص وصل للقوام المطلوب. هطفي عليه النار. كده طفيت هو عليه. كده الشربات هشيله في التلاجة طبعا.
بعد كده خلاص هبدأ اجيب الكنافة. زي ما انتم شايفين انا كنت مفرزاها في الفريزر، طلعتها وضربتها على طول في الكبة. شايفين القوام، الشعرية بقت قصيرة جدا. هبدأ اضيف عليها معلقتين كبار سكر بودرة، وهقلبها كويس قوي. زي ما انتم شايفين مهم جدا ان انا اقلبها كويس قوي وافركها كويس قوي مع السكر. كمان هضيف عليها حوالي كوب الا ربع سمنه. طبعا نوع السمنه مهم جدا ان هي تكون سمنه كويسه، ويفضل طبعا سمنه بلدي. السمنه البلدي بتخلي طعمها حلو كتير. وهفركها بالشكل ده كاننا بنبس الكحك تمام، بحيث ان السمنه تغلف كل الشعيرات بتاعه الكنافه. هبسها بالشكل ده حوالي 5 دقايق او 6 دقايق حسب سرعتنا. الخطوة دي مهمة جدا جدا عشان الكنافة تبقى نعرف نفردها كويس اوي في الصينية، وكمان تتشرب السمنة وتبقى ناجحة معانا، وتبقى تمام زي الكنافة اللي بيعملها الحلواني. طبعا لو حابين ان الكنافة تبقى تاخد لون معانا زي الكنافة اللي بنشتريها جاهزة، ممكن نضيف عليها اي لون صناعي، الالوان السايلة نضيفه مع السمنة بيدينا لون جميل. ده اختياري. انا ضفت لون اصفر خفيف، نقط خفيفة. ممكن نضيف لون اورنج. وخلاص كده هي اخدت بسيتها كويس اوي في السمنة، وجهزت الصينية زي ما انتم شايفين وغلفتها كويس اوي بالسمنة. مهم جدا ان احنا نضيف سمنة كتير قوي في الصينية عشان الكنافة تاخد لون كويس قوي، وكمان ما تلزقش مننا. وهبدأ اضيف اول طبقة بالشكل ده واضغط عليها بايدي، او ممكن نضغط عليها بصينية او طبق، بس هي بتتفرد معايا كويس قوي وبتتضغط عشان شرب متقطعه كويس كمان في الكبه، وكمان شاربه سمنه كويس قوي. دلوقتي الحشو انا هحشيها مكسرات. طبعا المكسرات حسب رغبتنا نضيف اي حشو احنا حابينه. انا حطيت المكسرات وضفت عليها معلقه سكر بودره وكمان معلقه سمنه، وهقلبها كويس قوي زي ما انتم شايفين. هبدأ اوزع هضغطها كويس قوي وافركها كويس قوي كده مع بعضها، وابدأ اوزعها في الصينية زي ما انتم شايفين. انا عملت طبقة من المكسرات زي ما انتم شايفين. نقدر نضيف اي مكسرات احنا بنحبها، وهبدأ اغطيها بالشكل ده بالطبقة التانية من الكنافة. وطبعا هضيف واضغط بالشكل ده. مهم جدا ان احنا نضغط بالشكل ده علشان الكنافة تبقى متماسكة معانا. هي كده تمام، انضغطت كويس قوي. هذا لو في اي حاجة باينة من زبيب او غيره من المكسرات. هي كده خلاص اصبحت جاهزة. عندي معلقتين كبار سمنة بلدي، هبدأ ارشها على الوش بحيث ان هي تاخد لون حلو جدا لما تدخل الفرن. طبعا انا ولعت الفرن، هدخلها فرن سخن. هندخلها على الرف اللي في النص لمدة نص ساعة او حسب ما تاخد لون معانا. مهم تاخد لون من تحت وكمان لون من فوق. ممكن نفتح عليها الشواية. شايفين بعد ما خرجت من الفرن واخدة لون جميل جدا. شايفين حلوة جدا ازاي، وكمان ريحتها حقيقي خطيرة جدا. طبعا هجيب الشربات وابدأ اضيف الشربات هضيفه طبعا ساقع. مهم جدا ان الكنافة تبقى خارجة من الفرن سخنة والشربات ساقع زي ما انتم شايفين كان في التلاجة. شايفين قوامه تقيل ازاي وساقع جدا. مهم ان احنا نعمله ممكن من قبلها بيوم او من قبلها بوقت كافي علشان يبقى بارد جدا. ده بيبقى سبب من اسباب نجاح الكنافة. وهوزعه بالشكل ده بحيث ان كل الاماكن يوصلها الشربات. كده تمام، كده بتشرب الشربات. هسيبها 5 دقايق تشرب الشربات. بعد كده طبعا هبدأ اقطعها.
هي خلاص كده شربت الشربات زي ما انتم شايفين. شربت الشربات بقت حقيقي جاهزه جدا ان احنا ناكلها. حقيقي ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو جدا. انا قطعتها شايفين طبقات منتظمه جدا، تمام زي الكنافه اللي بنجيبها من عند الحلواني. حقيقي وصفه لذيذه جدا وطعمها حلو جدا، وكمان طريقتها بسيطه جدا مش بتاخد مننا وقت. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. ونشوفكم الفيديو الجاي. كل سنه وانتم طيبين.